السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أهلا بكم حبايبي متابعين قناتي، قناتنا نهوم. يا رب دايما تكونوا بخير داخل وخارج مصر، بحبكم كتير في الله. هنعمل مع بعض ايه النهاردة؟ هنعمل كرواسون الجلاش. وصفة سهلة وبسيطة وما بتاخدش وقت معانا، ويبقى معانا عندنا حاجة حلوة جميلة بدون فرد ولا عجن ولا تخمير ولا اي تعب خالص. شايفين الجمال؟ والطعم جميل والشكل جميل وكل حاجة جميلة، ومكوناتها بسيطة جدا بدون اي تكاليف. نقول بسم الله الرحمن الرحيم ونصلي على رسول الله عليه افضل الصلاة والسلام ونشوف معانا كوباية او فنجال زبدة على زيت ومسيحين طبعا، ومعانا لفة جلاش، بس مفيش اكتر من كده. نبتدي بقى. هنقسم لفة الجلاش لجزئين. الجزء الاولاني هناخد مع بعض ورقتين في الاول، وبعد كده نحط عليهم بالفرشة كده الزبدة والزيت، وهناخد ورقتين كمان فوقيهم. الورقة الاولانية مش بنحط عليها زبدة وزيت، الورقة التانية بنحط عليها زبدة وزيت. تمام كده، بنشبعها كده بالفرشة. خدنا حوالي دلوقتي 6 ورقات، وهنبتدي بقى نقطعها 7 و8 عشان نعمل شكل الكرواسون، وممكن تحشيها، بس انا حبيت اعملها في الاول كده حاجة بسيطة كده مش مكلفة خالص، وبلفها اللفة بتاعت الكرواسون. تمام. وهنجيب صينية وهندهنها من الزبدة والزيت برضو، وهنرص فيها الجلاش بتاعنا اللي على شكل الكرواسون، وبرضو هنكرر نفس الحركة تاني. يعني لفة الجلاش دي تعتبر عجينة جاهزة، بتشكليها زي ما انت عايزة. سهل عليك ان انت تعملي حاجة حلوة سهلة وسريعة. وهنقطعها برضو، الجزء ده هنقطعه 7 و8 وهنلفها. تمام كده. وممكن تتنيها من الجناب كده، وممكن تسيبيها كده عادي، ما فيهاش اي مشكلة. وهنكمل بقية اللفة واحدة واحدة مع بعض، وخطوة خطوة، هيطلع معانا حاجة حلوة جميلة هتبسط وتسعد كل اللي حواليك. وممكن البنات اللي هم عندهم 12 سنة 13 سنة كده 14 سنة يبتدوا يعملوا حاجات حلوة، يبتدوا يعملوها وكأنهم بيلعبوا لعبة يعني وينورونا بقى شطارتهم في الحاجة البسيطة دي. خلاص رصينا الصينية كلها، هنبتدي برضو نحط عليها الزبدة والزيت. تمام. لازم نشبعها كويس. الجلاش بيحب تكون المادة الدهنية بتاعته يعني عالية يعني. وبعد كده هتطلع بقى سخنة، والشربات بتاعنا ساقع، هنحط الشربات عليها. وبعد كده اي مكسرات عندك، عندي سوداني انا ضرباه في الكبة، بنزين بيها الكرواسون بتاعنا الجميل ده. ومعانا الشربات بتاعنا، اللي عايز يضيف يضيف. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وإلى اللقاء في فيديو جديد سهل وسريع ومفيد. وما توفيقي إلا بالله عليه توكلت وإليه أنيب.